بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أيها الأفاضل الكرام. اليوم سنتحدث في هذه الحلقة الجديدة عن حكاية من حكايات الأديب خالد محرم، وهذه الحكاية عن معبد دندرة المقام في محافظة قنا. هذا المعبد يعتبر من أجمل وأفضل المعابد على وجه الأرض، وخاصة أن هذا المعبد يضم بين طياته إبداع المصري القديم، من ليس من إبداع فقط من الجمال، وإنما من جميع العلوم التي نتخيلها أو نتصورها، علم الفلك وعلم الحساب وعلم الهندسة، بالإضافة طبعا إلى جميع الألوان والكيمياء. إن المصري القديم أبدع، وهذا المعبد يعتبر البرواز الذي يبروز كافة معالم مصر القديمة من علم وهندسة وطب إلى ما وصل إليه هذا العلم. وإن هذا المعبد الذي أمام حضراتكم يوجد به الكثير من الفتحات أو الشبابيك على السقف وعلى جوانبه أيضا، لكي يسمح للشمس بالدخول في أوقات معينة وفي مناطق محددة يوميا وعلى مدار العام كاملا. وفي المعبد أيضا يعتبر هذه الفتحات ما هي إلا مرصد فلكي، بمعنى أن المعبد الذي أمام حضراتكم هذا به 365 درجة سلم حلزوني، والسلم الذي أمام حضراتكم من أول المعبد إلى أسفله. ويوجد به أيضا في الصالة الرئيسية 24 عمود، ويرمز إلى 24 ساعة. إن 365 درجة الذي أمام حضراتكم التي رأيتموها منذ لحظات بعدد أيام السنة، وهذا إن يدل على أن يوجد بهذا المعبد الكثير والكثير من أسراره الخفية التي ستتجلى في الأيام المقبلة إن شاء الله، وسنرد على حضراتكم بها وسنوضحها في حينها. وإلى هنا نلتقي مع حلقة جديدة من حلقات الأديب خالد محرم وحكاية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام